سمحتوا ثانية، احنا في دنيا فانية. القاعدة الخامسة، انك تشيلي من دماغكم خالص كلمة المساواة بين الرجل والمرأة، المساواة والشعارات والمش عارفة ايه والايه. الزوج والزوجة بيكملوا بعض، ممكن انتوا متساويين بس مختلفين. مفيش حاجة اسمها زيك، مفيش حاجة، الراجل راجل والست ست. مش عيب ان انت تكوني ست، ومش عيب ان جوزك يبقى راجل. كل واحد فيكو انتوا متساويين ولكن مختلفين، بتكملوا بعض. فلازم انتوا الاتنين تحترموا بعض وتقدروا بعض. كونك ست دي حاجة محترمة جدا جدا، ما تقللش منك. ما ضحكوا عليكي لما بيقولوا لك انت تساوي الراجل، وانت ايوه تساويه، ما هو ربنا ما قالكيش لا. هو انت لما بتغلطي اي غلطة مش ربنا بيحاسب الست زي الراجل؟ ولا هو ميز الست عن الراجل او ميز الراجل عن الست؟ لكن انت خليكي ست، خلي شرع ربنا سبحانه وتعالى في مصلحتك، في مصلحتك. انت مش مسؤولة عن حاجات كتيرة جدا. انت كل حاجة بتعمليها في بيتك، سواء بتحطي فلوس او بتحطي كده، دي صدقات. فانت مسؤولة عن البيت نفسه بقى من جوه، دي مسؤوليتك انت. البيت من بره دي مسؤوليته هو. انتوا بقى هتشاركوا وهتظبطوا الدنيا، هتديله، هتروحي تشتغلي وتديله كتر الف خيرك، هو هيساعدك في البيت كتر الف خيره. فظبطوا الدنيا، وعلى اساس ان الست ست والراجل راجل. بلاش حكايه بقى لخبطه الدنيا في بعضها دي. القاعده السادسه، اسرار بيتك حرام اساسا تقوليها. خلي اسرار بيتك جوه بيتك. بلاش بقى الناس كلها تعرف عنكم كل حاجه. انا بشوف ناس والله الست بتتكسف تروح لاهل جوزها عشان هي فضيحها طول النهار. طبخت النهارده كذا، ما طبختش كذا، عملت كذا، ما عملتش كذا. بيبقى سبب كره كبير جدا جدا بين الراجل والست لما اهله او اهلك او اصحابك او اصحابه يعرفوا الداخليات بتاعتكم. طول ما انتوا مقفول عليكم الباب، حصل اللي حصل بتنسوه وبتتسامحوا. ان شاء الله تموتوا بعض بتسامحوا بعض. لكن امتى ما بتتسامحوش؟ لما بتكوني خلاص وطيتي راسك في الارض او وطى راسه في الارض، حاسس انه مفضوح طلع بره بيته. الناس كلها اللي ما جابش فلوس لمراته اهو، اللي ما غسلتش هدوم جوزها اهي، اللي ما طبختش اهي، اللي ما قالش اهو، طول النهار مفضوحين. الفضايح دي بتكرهكوا في بعض جدا جدا جدا. بلاش فضايح، بلاش تحكوا اسراركوا بره، بلاش مامتك تبقى عارفه عنه كل نقط ضعفه، بلاش مامته تبقى عارفه عنك كل نقط ضعفك. دي حاجه وحشه جدا جدا جدا، بتخرب بيوت كتيره جدا جدا جدا. بلاش. خلي فضايحكوا جوه بيتكوا واسكتوا، مش هتبقى فضايح، هتتسامحوا وهتتصالحوا. انما طالما طلعت بره البيت خلاص بقت فضايح، وبقينا ان احنا علشان خلاص كرهت عيلتك وانت كرهتي عيلتي فهنكره بعض. حاجه وحشه قوي قوي. القاعده السبعه، ان وقتكم مع بعض خط احمر. مفيش حاجه اسمها انا بشتغل طول اليوم مالكيش وقت، ما انا عشان اجيب لك فلوس. طب ما حبيبي انا لو عايزه فلوس ما انا هشتغل، وكنت قعدت في بيت بابايا واشتغلت، او خليت بابايا يصرف عليا. لكن المفروض انت وهي كمان. بعرف برضو ستات ما عندهاش وقت تقعد مع جوزها، خلاص بتروح الشغل، بترجع تطبخ، بتعمل كذا 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 كذا، خلاص ما بتبقاش قاعده مع جوزها. لازم 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 تقعدوا مع بعض. لازم 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 يحس لو غبتي ان في حاجه كبيره ناقصاه، وهي تحس ان انت لو غبت في حاجه كبيره ناقصاها. وجودك ما يبقاش زي عدمه، وجودها ما يبقاش زي عدمه. لازم يكون في وقت، كمان الوقت ده فيه كواليتي تايم. يعني ايه كواليتي تايم؟ يعني ما يكونش وقت منيل ب60 نيله، ما يكونش وقت احنا بنتخانق، ما يكونش وقت احنا بنشتكي كل حاجه نيجاتيف في حياتنا. لازم يكون في كواليتي تايم، وقت لطيف ظريف. هي بتحب تخرج تتغدى بره، غديها. الهي يا رب تغديها ب10 جنيه بس، غديها بره. ما فيش غدا ب10 جنيه انا عارفه، بس يعني غديها مره يا سيدي بره. اعمل اي حاجه.
اعمل اي حاجة عشان يبقى في كواليتي تايم مع بعض، وقت لطيف ظريف، يكون اجمل وقت في الدنيا اللي بتقضوه مع بعض. تستنى وجودك، تستنى انك ترجع من الشغل، ما يبقاش لما رجعت من الشغل يا دي المصيبة، وما يبقاش لما انت مشيت تقول مين لما مشي قلبت شفتش. ما اسمع اغاني احمد سعد دي كلها حكم.